نار الحقيلي ريدر اتصل علي، يا تطلع من ذي صارت السالفة بيني وبين تيمار وصار يحكي علينا، يا تطلع تحكي ان نار سبت اهلي، يا تطلع انه تحكي باللايف نار سبت اهلي وغلطت علي، يا تقولين يا انه تنهين علاقتك بنارو. تخيلوا اني اخر شي كنت متوقعته من تيمار انه اسمع هذا الكلام، وعافية امي وحق هذا الشهر الفضيل اللي عندنا بالعراق اللي هو محرم، اذا اني اكذب بحرف وهذا الكلام اللي قالت لي اياه. خوش نارو قال لي ريدر يا تطلعين تحكين على نارو وتسبين عليها، وهي فوق كل هذا مهمها شنو اللي همها؟ اللي همها انه نارو انا كيف بدي، قلت لها شو تحبين تسوين براحتك، انا ما اقدر اجبرك لان انا دا اتفهمك وانت صديقتي، مع انه انكسرت اني انه هذا الكلام يطلع من صديقتي بيننا زاده وملح، واعتبرها مثل اختي ومشاركتها همومي وفرحتي واحزاني، وطلع هذا الكلام من عندها. خوش حبايب قلبي.